السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله باذن الله المندي بالفراخ. بيتعمل بسرعه وما بياخدش وقت برضه. هنسمي الله كده. معانا فراخ ومعانا طبعا التوابل. من كل حاجه معلقه، معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه بابريكا، ملح، وطبعا رشتين زيت كده. زيت طبعا عامله لها فتحات للفراخ. بس كده بقى نحطيها كده ونسيبها. هنشوح البصله وطبعا معانا التوابل. معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كاري، معلقه صغيره كركم، معلقه فلفل اسود، ورق لورا. نفس التوابل. الريحه ايه فظيعه. كده الرز البسمتي نص كيلو. اغطيها نخرمها كده عشان البخار اللي هيطلع نحطها في الفرن يسوي الفراخ. نحط بقى ورق الزبده ونحطيها كده. احطها فوق الفرن بقى على درجه حراره 200. زي ما انتم شايفين المندي استوى. اللهم صل على النبي. الفراخ كمان استوت. هنحطها تحت الشوايه دلوقتي. بودرة الزعفران، نحطها تحت الشوايه شويه عشان الفراخ. نحطها تحت الشوايه. انتوا شايفين الجمال بقى والحلاوه. الحلاوه ولا لازق ولا اي حاجه خالص. بصوا حلاوه. هنغرفه. بص
طبعا الصوص بتاع الفراخ بينزل عليه، بيخليه طبعا اللي بيطلع من الرز بيطلع على الفراخ. البخار يعني بيسوي الفراخ، بتبقى طعمها جميل جدا. احلى اكل كده بقى، تاكليه سخن كده رائع. وبقى بصوا، بصوا الطبق الجميل ده، العيله بقى تتلم حواليه وتاكل لما تشبع. بصوا، بصوا الجمال، والله ريحته ايه، ريحته يعني فظيعه بجد. ورز البسمتي ده جميل جدا جدا، والنشويات بقى والمواضيع اللي هي بتاعت بتخن دي، كل منه زي ما انت عايزه. والفراخ جميله اهي، طبعا الشوي او السوا بتاعها ما بيبقاش فيها دهون، بتبقى يعني برضو يعني تعتبر اكله صحيه جدا، اكله دايت يعني، فيهاش او فيهاش دهون كتير يعني. يا رب يكون عجبكم وتعملوه وتتهنوا، ودايما كده يا رب تعملوا كل حاجه حلوه. وطبعا انتوا ما شاء الله عليكم بتعملوا يعني حاجات اكيد اكيد ممتازه يعني. يا رب يكون عجبكم، ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان الوصفات توصل لكم. ميرسي قوي، سلام عليكم.